النهارده هنتكلم على النظافة الشخصية للبنات الصغار، بالذات البنات اللي لسه ما وصلوش لسن البلوغ. شوية نصايح كده. أول حاجة، يا ريت البنات وإن هم صغيرين إحنا نهتم وهم يهتموا بتنشيف المنطقة الحساسة دايما بعد دخول الحمام، وبننشف من قدام وبننشف من ورا بمنديل منفصل، والمنديل بعد التنشيف بيترمي، ما ننشفش بفوط قطن، ما ننشفش بأي وسيلة تانية. 2، ممنوع تماما استخدام الوايبس للمسح عند البنات. الوايبس فيها مواد عطرية وللأسف هتسبب تهيج للجلد بتاع البنت، هتسبب احمرار، هتسبب ألم، هتسبب هرش، فنبعد تماما عن استخدام الوايبس. دايما اختيارنا يا إما ان احنا هننشف بمناديل ورقية عادية، يا إما ان احنا هنتشطف بمية وننشف بالمناديل الورقية برضو، لكن الوايبس ممنوع استخدامها. رقم 3، لازم اكون حريصة وانا بشتري الداخلي للبنت ان الداخلي بتاعها قطن مصري 100% من مكان مضمون جودته، علشان يمتص العرق والبلل على مدار اليوم طول ما هي بره البيت. لكن طول ما هي جوه البيت، رقم 4، هنكون حريصين ان احنا نغير الداخلي 2 ل3 مرات عند الاحساس بالبلل. رقم 5، بلاش اللبس الضيق طول اليوم، بلاش ان هي يبقى لبسها طول الوقت عبارة عن استرتشات او بناطيل جينز ضيقة. يا ريت نلبس حاجات واسعة او بيجامات واسعة علشان خاطر ندي مجال للتهوية وما يبقاش فيه عرق او بلل في المنطقة دي باستمرار يسبب ألم للبنت. 6، ننبه دايما انه بلاش تنسي نفسك. في اي وقت حسيتي ان انت محتاجه تدخلي تعملي حمام ميه، يا ريت تدخلي تعملي حمام ميه، لانه الاطفال والبنات وهم صغيرين بيميلوا دايما ان هم يحبسوا حمام الميه لحد ما تدخل. بتفكر انا هخلص واقوم ادخل الحمام، طب هعمل كذا، طب هسوي كذا، وتدخل بعد ما بتكون مزنوقه جدا. ده غلط، لانه هيزود نسبه ان يحصل التهابات في مجرى البول، والتهابات مجرى البول هتعمل لها الم اثناء التبول، وهتعمل لها هرش كمان في المنطقه الحساسه. رقم 7، بمناسبة الموضوع ده، لو البنت اشتكت من هرش او الم في المنطقة الحساسة، ما ينفعش اطلاقا تروحي تجيبي لها غسول وتقولي اصل انا غسلت لها بالغسول وبرضه ما ارتاحتش او الالم زاد. طبيعي جدا ان انت لو استخدمتي غسول في السن ده الالم هيزيد، لان هي ما عندهاش التهابات مهبلية اللي مسببة الهرش او الالم ده. بالعكس، في الوقت ده لازم نعرضها على طبيب او طبيبة علشان نعمل تحليل للبول ونتعامل بشكل مناسب. البنات في السن الصغير ده ما بيجيلهمش التهابات مهبلية، لكن بيجيلهم التهابات في الجلد بتاع المنطقة الحساسة، وبالتالي التعامل معاه بيكون بشكل مختلف عن التعامل مع الالتهابات النسائية بتاعت الستات الكبيرة. ما تستخدميش غسول لبنت صغيرة، وما تاخديلهاش علاج من غير ما تعرضيها على طبيب متخصص هو اللي يوصف لك العلاج المناسب. مهم جدا ان البنات من اول ما يبدأ يظهر لهم بروز الثدي والشعر بتاع تحت الابط والعانة، ان احنا نفهمهم كويس ان ده معناه ان في حاجة اسمها دورة شهرية بعد سنة، بعد 2، بعد 3 هتبدأ تنزل. نفهمها يعني ايه دورة شهرية، نشرح لها، علشان خاطر بنات كتير جدا في السن ده لما بيبلغوا وهم مش فاهمين بيتخضوا مع اول منظر للدم، لكن لما هتبقى فاهمة هتعرف ان هي تيجي تطلب منك على طول النصيحة، وتبدأي تفهميها بقى ازاي تهتم بنفسها للمرحلة الجديدة دي. لو في اي سؤال او اي استفسار عن اي حاجة انا قلتها دلوقتي او حاجة ناقصة انت محتاجة لسه تعرفيها، يا ريت تسيبي سؤالك في كومنت وهرد عليكي في اقرب وقت. انا دكتورة ياسمين ودي جينيستا.